لكن بيتفاجئ ان السكان المحليين مستعدين للهجوم ده عن طريق الجو والبر والبحر وكل حتة. وبتيجي لقطة على جيك قائد القوات الجوية راكب التورك ومعاه الجيش بتاع تسوتاي وبقية المقاتلين اللي مستعدين يموتوا فداء أرضهم. وبتبدأ الحرب وبيبدأ ضرب النار والناس بتبدأ تموت من الطرفين، وبيكون السكان الأصليين خلاص بيكسبوا، لكن الكولونيل بيوصل وبيقلب الكفة لصالحة الجيش وبيبدأ يركز على جيك والتورك بتاعه لكن ترودي بتلحقه. بعدين الكولونيل بيطلق الطيارة بتاعته وهي متعبية ديناميت وقنابل ومفرقعات عشان تفجر شجرة الأرواح. وبعد ما نيتيري فقدت الأمل بشكل كامل وقالت خلاص احنا خسرنا، بتظهر وحوش الديناصورات على كوكب بندورة وبتبدأ تهاجم في الجيش وبتنقلب الكفة تاني لصالح السكان المحليين.